بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الفيديو بتاعي النهاردة فيديو المشتريات اللي هتشوفوا معايا انا جبت ايه من السوق، وهتشوفوا الاسعار يعني الحمد لله كويسة. شوفوا طريقتي في التوفير في الحاجات الخضروات والفواكه بتاعت النهاردة. ان شاء الله الفيديو يعجبكم وتستفيدوا منه بأي حاجة، وتعرفوا الأسعار قبل ما تنزلوا. لو انتوا هتنزلوا عشان تشتروا هتعرفوا الأسعار، يعني الأيام دي عاملة ازاي. هي ما شاء الله الأسعار كويسة. الأول أنا لقيت الطماطم اللي هي يعني بصي طرية شوية، يعني بصي أنا بوريكي يعني معظم الطماطم هي أنا وريتها لك. ماسكة نفسها مش بايظة، ما فيهاش حاجة يعني متفتحة ولا بايظة ولا يعني ريحتها مش كويسة محمضة، لأ. هي يعني مستطرية شوية، يعني لو هتعملي بيها سلطة هتبقي بتحرّصي أوي وأنتِ شغّالة بيها، إنما كطبيخ إن أنتِ تضربيها في الخلاط أو تسبّكيها وتشيليها تفرّزيها، هتبقى حلوة جدًا. دي كانت ب5 جنيه. أنا جِبت منها 4 كيلو، قُلت حلوة هتنفع. هافرّزها وهاحطّها يعني هاسبّكها وأحطّها في الفريزر. الجامدة، جامدة جدًا، جامدة وناشفة أوي. دي كانت الكيلو ونُص ب10، عشان كده أنا باقول لِك الطماطم حلوة جدًا الأيام دي. اللي عايز يفرّز، يفرّز، يعني هاتي كمية كبيرة لو عندِك ميزانيتِك تسمح، هاتي كمية كبيرة وفرّزيها. هتنفعِك. مش لازم تستخدميها في الوقت ده، يعني مش لازم تستخدميها طول ما موجود الطماطم رخيصة، هاتي وفرّزي واستخدمي منها، يعني استخدمي على قد ما أنتِ محتاجة دلوقتي، والباقي فرّزيه وما تجيش عنده، هاتي غيرها الأسبوع اللي بعده والأسبوع اللي بعده هاتي غيرها، فاهمينّي؟ جِبت كمان اللي هي الكيلو ونُص ب10، أنا جِبت كيلو ونُص بس كفاية، قُلت إيه، يعني على قد سلطة الأسبوع وخلاص. جِبت كمان بطاطس. البطاطس بدأت أسعارها ترفع، في ال2 كيلو ب25 وفي ب10. هي دي كانت ب10. أنا جِبت 2 كيلو ونُص. هي حلوة، يعني أنا شايفة إن هي كويسة، وبعدين دي مش بتتحرق في القليّة، بتبقى حلوة. فأنا جِبت 2 كيلو ونُص، لإن أنا كان عندي بطاطس مش كتير، يعني ما كانش عندي بطاطس في البيت. فقُلت خلاص هاجيب 2 كيلو ونُص كفاية، علشان أنا الميزانية بتاعة الشهر ده يعني فيها شوية لخبطة. لمّا هانزّل لكم الفيديو بتاع المشتريات، البقالة والحاجات يعني بتاعة البيت، هاقول لكم الميزانية ملخبطة معايا ليه. تمام. جِبت كمان البسلة رخصت. ولو تفتكروا أول ما طلعت البسلة، أول ما ظهرت كانت ب35 جنيه، وأنا قُلت لكم إن أنا مش هاجيب البسلة وهي غالية، وأنا ما باحبش أجيب حاجة وهي غالية بصراحة. باجيبها لمّا بتنزل أسعارها شوية، وباستخدم منها للأسبوع والباقي بافرّزه. يعني أجيب كمية طالما هي رخيصة، باجيب منها كمية، آخد منها مثلًا على قد الطبخة اللي أنا محتاجاها والباقي بافرّزه. عايزة أقول لكم المفاجأة النهارده إن البسلة كانت ب15 جنيه. يعني سعرها حلو جدًا، حلوة ومليانة، يعني ما هيش فاضية ولا قشر، لأ، هي ده حتى أيام ما كانت لسه طالعة وكانت ب35 جنيه، كان معظمها بيبقى قشر وفاضي. يعني أنا جبتها بس يعني جبتها لمّا كانت ب25 تقريبًا. بعد ما بدأت تنزل شوية وكان فيها قشر كتير فاضي، فاهمينّي؟ إنما لمّا بدأت ترخص أهي وبقت ب15 جنيه، معظمها مليانة زي ما أنتِ شايفة. أنا جِبت 4 كيلو، الكيس اللي هو الكبير ده 2 كيلو ونُص، والكيس التاني فيه كيلو ونُص. طبعًا هاعملها كلّها، يعني هافرّطها كلّها، وهاحط عليها الجزر بتاعها، وهاخد منها للاستخدام بتاع الأسبوع ده، لطبخة الأسبوع ده مرّة، والباقي هاحطه في الفريزر هافرّزه. شُفتوا معايا في فيديو التفريزات إن أنا كنت جايبة كمية بسلة برضه كانت كويسة وفرّزتها. لو فاكرين معايا الفيديو اللي ما شافوش يبقى يروح يشوفه، هيستفيد منه كتير جدًا. بس أيامها كنت جايبة البسلة كانت ب20 جنيه. طيب أنا جايباها دلوقتي ب15، وإن شاء الله طول ما هي رخيصة وموجودة برضه هاجيب، لإن إحنا بنحب البسلة وبنستخدمها كتير. الخيار بصراحة هو كان من الحاجات اللي غالية. الكيلو كان ب20 جنيه، وهو مش بلدي، يعني عشان تبقوا عارفين ما فيش خيار بلدي الأيام دي.
هو صحيح البياعين بلدي خيار ومش عارفة إيه وزي ما أنتم فاهمين، إنما هو مش بلدي خالص وغالي جدًا، يعني أنا جِبت كيلو ونُص ب30 جنيه، بس لإن إحنا بنستخدم الخيار كتير وما فيش عنّه بالنسبة للولاد عندي بيحبوه جدًا، ما أقدرش أستغنى عنّه، بس مش دايمًا باجيب يعني لمّا بيبقى غالي مش دايمًا باجيبه، يعني ممكن أجيب كيلو، ممكن ساعات أجيب نُص كيلو، يعني على قد السلطة بس، يعني أنا وظروفي وأنا وميزانيتي. يعني لمّا تبقى الحاجة غالية حاولي إن أنتِ ما تضغطيش على نفسِك. جِبت البتنجان ده بتنجان رومي أنا ما لقيتش صغير، أنا ما لقيتش غير الرومي في السوق. فالمهم ده كان الكيلو ب10 جنيه، فأنا جِبت كيلو بس لإن الولاد قالوا إن إحنا نِفسنا ناكل مسقعة، فقُلت خلاص هاجيب كيلو الأسبوع ده وأعمل لهم منه مسقعة طالما هُم طلبوها، وبعدين البتنجان من الحاجات المهمة جدًا والمفيدة جدًا للولاد، فيها حديد وحلوة، وساعات على فكرة الولاد عندي بتاكله وهو ني كده، بيقشّروه وبياكلوه. فأنا لو حسيت إن هو عجبهم لإن أنا خايفة إن هو من جوّه يكون فيه بذر وحامي فاهمني؟ فأنا جِبت ده وأنا قلقانة، فهاجرّب كده أشوفه لو هو كويس إن شاء الله الأسبوع الجاي هابقى أزوّد منّه شوية. جِبت كمان الجزر، الجزر كان سعره حلو، كان الكيلو ونُص ب10 وبعدين جزرة حلوة جدًا، حجمها حلو صغير ومسكّرة أوي، يعني طعمها حلو جدًا، يعني لمّا قشّرت منها وأكلنا منها لقيناها كانت مسكّرة وحلوة جدًا. الجزر زي ما قُلت لكم الكيلو ونُص ب10 أنا جِبت علشان هاحُط منّه على البسلة واللي هيتبقى عندي يعني مثلًا هاسيب كام واحدة للولاد ياكلوهم، يقشّروهم وياكلوهم والباقي هاحُطّه في الفريزر، هاقطّعه صغيّر وأحُطّه في الفريزر، أحُطّه على الفول لمّا أكون عايزة أدمّس، أحُطّه على شوربة العدس، أعمل منّه برتقان بالجزر. زي ما قُلت لكم في كذا فيديو من ساعة ما بدأ الجزر يظهر معايا إن أنا طول ما الجزر موجود باجيبه وبافرّزه، أستخدم منه في خلال الأسبوع أو ال10 أيام والباقي بافرّزه. على فكرة وممكن باحط منه كمان على السلطة، باعمله بالمبشرة الناحية الخشنة كده وباحطه على السلطة، بيبقى حلو جدًا برضه. جِبت كمان البرتقان، البرتقان ب15 جنيه، هو ما بينزلش، البرتقان واليوسفي أسعارهم من ساعة ما بدأوا يظهروا من أول الموسم لغاية دلوقتي أسعارهم ما نزلتش، هو ب15 جنيه، فالمهم أنا جِبت 2 كيلو، لإن يعتبر إحنا الفواكه اللي إحنا بنجيبها إيه، هتشوفوا معايا حتى في الفيديو النهارده. بتبقى هي اللي موجودة أصلًا في السوق، اليوسفندي، البرتقان، الموز، الفراولة، يعني دي الفواكه اللي موجودة. فطبعًا إحنا بما إن شتا والدنيا برد الولاد عايزين فيتامين سي، فأنا على طول هتلاقوني جايبة في كل الفيديوهات بتاعة مشتريات الخضار أو مشتريات السوق، هتلاقوا لازم البرتقان واليوسفي. بتبقى حلوة جدًا برضه في الكيكات، يعني باحب أعمل بيها الكيكات، وباحب أعمل بيها برضه البسبوسة، أنا كنت عاملة معاكم البسبوسة باليوسفي، وكنت عاملة الكيكة بالبرتقال، يعني خدوا كده جولة في القناة هتلاقوا حاجات كتير جدًا اقتصادية وموفّرة وفي نفس الوقت حلوة، يعني إحنا دلوقتي في الموسم بتاع اليوسفي والبرتقال تقدروا تشوفوا إيه الحاجات اللي ينفع نعملها بيهم وهُم أسعارهم كويسة. فأنا جِبت 2 كيلو برتقان وجِبت 2 كيلو يوسفي، برضه اليوسفي زي ما قُلت لكم كان ب15 جنيه، فأنا جِبت من ده 2 ومن ده 2. تقدري تزوّدي أو تقلّلي، طبعًا ده بيرجع أنتِ مثلًا بتستخدمي قد إيه والولاد يعني بيستهلكوا قد إيه في الأسبوع. أنا عايزة أقول لكم إن أنا ممكن أنزل السوق في الشتا اللي إحنا فيها دي على حسب الجو، يعني ممكن الجو يشتي أو يقلب أو يبقى يتغيّر فجأة، فممكن أقعد أسبوعين، يعني بالحاجات دي أقعد أسبوعين، وممكن لأ أسبوع واحد وأنزل، يعني على حسب ظروف الجو في الشتا، وكمان على حسب الميزانية بتاعتي، يعني ممكن الفلوس مثلًا تكون مقصّرة شوية خلاص ما بانزلش، وأي حد من اللي بيعدّي مثلًا من قدّام البيت أجيب حاجات بسيطة أكمّل بيها بقية الأسبوع التاني وخلاص. جِبت الفراولة لإن أدهم كان عايز فراولة، فكانت الفراولة ب40 جنيه، فقُلت مش مشكلة هو نِفْسه فيها خلاص هاجيبها، جِبت كيلو من الفراولة، هي شكلها حلو جدًا، بس الفراولة لسه هترخص.
هي يعني لسه دلوقتي لسه البشاير بتاعتها ولسه جديدة، فهي أسعارها غالية، لإن هي مش كتير، إنما لمّا هتبدأ تنتشر وتكتر، طبعًا أسعارها هترخص. أنا مش باجيبها كتير ومش باكتّر من الحاجة الغالية، زي ما أنا قُلت لكم، يعني أنا باجيبها بس على نِفسهم كده مرّة، وهي غالية في الأول، يعني مرّة، بعد كده لأ خلاص مش هاجيبها تاني إلا لمّا تكون أسعارها رخصت. ليه؟ أنا ما باحبش أجيب الحاجة وهي غالية. خلاص إحنا أكلناها مرّة وخلاص ورضيتكم، يبقى بعد كده بقى هنجيبها وهي رخيصة، باجيبها باعمل منها عصير وبياكلوا منها وبافرّز منها وكل حاجة، بس تبقى أسعارها رخصت، ده الطبيعي، يعني ده اللي أي سِت بيت عايزة توفّر، ده اللي تعمله، تجيب الحاجة لو الولاد طلبوها على نِفسهم مرّة في أول الموسم، وتصبر بقى شوية لغاية لمّا الحاجة تبدأ تنزل، تفرّز منها براحتها وتأكّلهم منها وتشبّعهم زي ما هي عايزة. إنما في الأول مش عايزين نضغط على نفسنا. دخلة المدارس بتاعة الترم التاني مش سهلة، طلبات الولاد كتير زيها زي أول السنة، يعني يعتبر إن إحنا الترم التاني بدايته ودخلته زي الترم الأول، بيعتبر أول السنة في الدراسة، كُتب بقى خارجية ومذكرات ومصاريف، يعني بيبقى ضغط جامد علينا. فإحنا بنحاول إن إحنا نقتصد على قد ما نقدر ونلِم الدنيا، لإن الدخل محدود، يعني المصروف بتاعِك مثلًا، شوفي أنتِ بتاخدي قد إيه، هو مش هيزيد علشان مثلًا الترم التاني بدأ وهتجيبي كُتب وهتجيبي مذكرات والكلام ده، هو مش هيزيد، هو زي ما هو. برضه يعني فإحنا المفروض نمشّي نفسنا ونمشّي الدنيا مع الضغط بتاع دخلة الترم التاني. تمام، جِبت الليمون، الليمون طبعًا اللي هو البلدي العادي بتاعنا غالي جدًا، فأنا ما جِبتوش، أنا لقيت الليمون ده الكيلو ب10 جنيه، جِبت منه، بس أنا نقّيت الليمونة الصغيّرة على قد ما أقدر، لإن هو الليمون اسمه أضاليا، كبير، كبير أوي، فأنا حاولت على قد ما أقدر إن أنا أجيب الحجم الصغيّر، بحيث إن أنا يعني آخُد الليمونة، آخُد النُص بتاعها أو الليمونة اللي أنا محتاجاها ما يتبقاش منها حاجة، فاهمينّي؟ إنّما لمّا بيبقى كبير زيادة عن اللزوم، أنتِ بتاخدي منها كمية العصير اللي أنتِ محتاجاه والباقي يعني يا بتحطّيها في التلاجة يا بتترمي، فلأ، حاولي إن أنتِ لمّا تجيبي الليمون الكبير ده، حاولي إن أنتِ تستصغري منّه على قد ما تقدري وتاخدي الليمونة الصغيّرة. أنا جِبت كيلو صغيّر ده هيقعد معايا كتير. وجِبت كمان خُضرة المحشي، الشبت على الكزبرة، الاتنين دول كانوا ب5 جنيه، جِبتهم علشان هو أنا ما عنديش حاجة، يعني أنا ما عنديش كرنب الأسبوع ده هاعمله، بس لو عملت قرنبيط من اللي أنا مفرّزاه هاستخدمه، ما عملتش خلاص يبقى هاغسله وهاقطّعه وهاحطّه في الفريزر. أنتم شُفتوا معايا في الفيديو بتاع التفريزات إن أنا كنت يعني مفرّزة خُضرة محشي، الخضرة دي لو أنا ما استخدمتش منها للقرنبيط، يبقى هاقطّعها وهاشيلها في الفريزر. وبرضه حتى لو استخدمت القرنبيط أنا مش هاستخدم الكمية كلّها طبعًا. دي كانت المشتريات بتاعتي النهارده، ودي كانت الأسعار اللي أنا جايبة بيها. شوفي بقى الأسعار عندِك إيه، في فرق في الأسعار أغلى أو أرخص، هاتي بقى زي ما يناسبِك، هاتي البسلة، هاتي الطماطم، هاتي الحاجات اللي أسعارها كويسة دلوقتي والحقي فرّزيها، عايزة تجيبي كمية من الليمون ده لو عندِك رخيص برضه ب10، أو في ناس بتقول إن في عندهم إن هو الكيلو وربع منه ب10، ممكن تجيبي منه كمية وتفرّزيها، فأنتِ الحقي استغلي أي فرصة في أي حاجة تكون أسعارها كويسة والحقي فرّزيها، يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.